فيديو غير لائق لمريم حسين يعرضها لانتقادات. يا جدعان الموضوع مولع. فيديو للمغربية العراقية مريم حسين قلب السوشيال ميديا وخلى الناس تتكلم. اللي حصل إن مريم ظهرت في فيديو لابسة لبس فستان فاضح مع شاب وهم بياكلوا الكافيار، بس مش بطريقة عادية، أكلوا الكافيار من على إيدين بعض. وكان في حركات الجمهور قال عليها إنها مش محترمة ومش مناسبة للنشر العلني. طبعا الفيديو انتشر بسرعة نار والتعليقات كانت مولعة. في ناس اعتبرت الموضوع مسخرة واستغلال الظهور، وفي ناس قالت الحكاية بسيطة وما فيهاش حاجة تستدعي كل الهجوم ده. المشكلة مش بس في طريقة أكل الكافيار، المشكلة إنها شخصية عامة واخدة موقف شبه استعراضي قدام كاميرا، وناس كتير حسيتوا إنها بتتعدى خطوط الذوق العام. في كمان سؤال كبير، هل مريم بتسعى للفت الأنظار بأي تمني ولا ده مجرد لحظة طيش؟ ومين المسؤول؟ الممثل نفسه ولا فريق الإنتاج والصناع اللي بينشروا المحتوى؟ الأكيد إن الفيديو خلى الجدل يتولع، والموضوع بقى مش بس عن كافيار، بس عن حدود الخصوصية وحدود الذوق العام، وأصلاً مين اللي بيحددها. لو أنت شايف إن الموضوع كبير ولا بسيط يهمنا رأيك، قول لنا تحت تعليق.